السلام عليكم، السلام عليكم، عسلامة عسلامة، صحة صيامكم، صحة فطوركم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. رجعت لكم حبايبنا بفيديو جديد يعني، لكن قبل ما نشاهدوا هذا الفيديو حبايبنا إن شاء الله يا رب يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وإن شاء الله يا رب يتحقق لكم كل أمانيكم، وإن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يشفي كل مريض إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما يجي العيد كان ما أموركم كلها تكون في خير ونعمة بإذن الله تعالى. حبايبنا قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو ما تنساوش انكم يعني خاصة اللي اول مرة يشترك في هذه القناة، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك يعني انكم تبرتجيو هذا الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش انكم تعملوا جيم وكومنتير حلو كيفكم. ويلا الان نتابع هذا الفيديو. يلا. الرئيس الجزائري. الرئيس الجزائري خدام وبمعنى الكلمة، ورئيس كيحكم واحد البلاد اللي واصله دابا واحد 46 ولا 47 مليون نسمة. ماشي سهل باش تحكم الجزائر وتحكم الجزائريين، ما سهلش. إلا تبون هو اللي جا في العهدتين وخدام، بصريح العبارة خصنا نقولوه، ان هذا السيد هذا عاطي للجزائريين كاع داكشي اللي طالبينو، كل الحقوق. يكفيك حتى منحة البطالة اعطاها لهم، منحة السفر اعطاها لهم، مشاكل الماء تحلات. مشى تحدى العالم. ماشي سهل باش يمشي رئيس دولة إلى الأمم المتحدة ويخطب أمام العالم ويقول لهم أنا غادي نصفي وغادي نحلي مياه البحر بمقدار 5 مليار و350 مليون متر مكعب في اليوم. ما سهلش، ما قالهاش غير داخل الجزائر. لو كان قالها داخل الجزائر غادي نقولوا واه هذا كيسكتنا وصافي، هذا كيسكت الجزائريين. لا، هو خطب بها أمام العالم، والدليل على ذلك أنهم دشنوا لحد الآن ما يزيد على 6 أو 7 محطات لتحلية المياه. السيد خدام، ما يبقاش مشكل الماء، ما يبقاش مشكل الشرب، ما يبقاش مشكل الدوش، ما يبقاش مشكل الحمام، ما يبقاش مشكل في الجزائر. اشنو بغيتي؟ السيد اللي كيقول لك انا كنتحداكم، انا غادي نوصل الناتج الداخلي الخام الى 400 مليار دولار، في حين انه الان ما كيتعداش واحد 100 مليار دولار، وغادي يوصلها في 2027، وهذا عنده تحدي. هذا رئيس يتحدى الصعوبات والعراقل والإكراهات والرهانات. 400 مليار دولار ناتج خام داخلي، في حين إلى رجعنا الرئيس قيس سعيد بتونس قال لهم أنا ما عندي ما ندير بالناتج الداخلي الخام، أنا في حاجة إلى السعادة الداخلية الخام. هذا كيقلب لهم على السعادة التوانسة. خطاب رسمي. شوف، رئيس مع رئيس كل واحد عنده توجه، ولكن توجه تبون عاقل. أزمة الحافلات، هو قال لهم في القريب غادي نجيبوا لكم 10,000 حافلة ونفروها لكم. راه جابوا دابا كاين واحد 150 وباقي 10,000 من هنا إلى نهاية السنة. 10,000 حافلة معناه تجديد حظيرة الحافلات في الجزائر بواحد المعدل ما يدخلكش على الراس. تقول لي يا ودي راه تبون ما كيدير والو، ونبقاو دايما حنا غير انتقاد من اجل الانتقاد. لا، نكونوا منصفين شيئا ما. هما غير في المعرض البيني التجاري البيني الافريقي اشنو قال؟
قال لهم حنا غادي نوصلوا في تعاملاتنا مع إفريقيا إلى 48 مليار دولار. شحال عنده دابا؟ تخيل معايا التحدي كي داير. أنا والله معاه التحدي غادي يوصلها سيدي ل 48 مليار دولار، في حين أنه الآن التبادلات التجارية البينية مع إفريقيا الآن كجزائر ما كيتعداش 1.5 مليار دولار. تخيل معايا من 1.5 مليار دولار غادي نوصلوا بواحد السنين إلى 48 مليار دولار. اش راه رسمي، أما نذكروش. إذا ما نبقاوش الله يخليكم دائما نقولوا تبون ولا حكام الجزائر ولا عسكر الجزائر ولا الناس خدامة يا أخي، حتى الأكباش اللي كانوا باغيين يجيبوا لهم من العيد هاد العام ما جابوش داكشي كامل، ولكن راه قسموه ليهم على واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين. هذيك 2 مليون رأس من الأكباش راه تقسم لهم وكل عام معيدين. اشنو بغيتي؟ ومؤخرا اشنو قال لك في المعرض التجاري البيني الافريقي؟ هذه راه مهمه جدا وواعده للجزائر. قال لهم انا غادي نبني لكم اسيدي 2 ديال السكات حديديه الى مالي والنيجر، ربما نوصلوا حتى لبوركينا فاسو، ربما عمق افريقيا، وتوليو تصدروا عبر الشواطئ الجزائريه من البحر الابيض المتوسط الى العالم في ظرف 48 ساعه باش يضرب المشروع الاطلسي الساحلي المغربي. قلب لي انت على المحيط الاطلسي، هو خدام، هو غادي يبدا وغايدير السكك الحديديه وغايديرهم الترانات وغايوليو الافارقه يسطروا. اخويا واش هادشي فاهمو ولا ما فاهموش؟ ما تبقاش الله يخليك غالط وتبقى غادي مع هذوك اللي يضربوا لك في التبون ويضربوا لك في الرئيس الجزائري ويضربوا لك في الحكومه الجزائريه ويضربوا لك في هاد الناس هادو. فراسكم واحد القضيه دابا كاينه، راه وقعوا اتفاقيه مع اوغندا، اتفاقيه شنو نقول لك، راه العجب العجاب. 200 مليون دولار، مشروعين ومشروعين كبار اللي غيضربوا بها التجارة المغربية مع الدول الأوروبية والتغلغل المغربي في إفريقيا. وشنو بغيتي؟ المشروع الأول غادي يبقاو يجيبوا الكاكاو بريت وغادي يحولوه إلى عجينة وإلى زبدة وإلى شوكولاتة. 200 مليون دولار يا أخي مع أوغندا. الكاكاو أتقد عليها. هذه مشاريع ماشي اللعب. نزيد لك حاجة أخرى، المشروع الثاني وغيبقاو يجيبوا القهوة حبوب. انتهى الفيديو حبايبنا، انتهى الفيديو. ان شاء الله عجبكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات تانية، ونقول لكم تصبحون على الف خير. مع السلامة.